السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم في حلقة من الحلقات المميزة والمهمة جدا، وهنعرف خلالها الفروقات بين الأدوية المتشابهة أو الأدوية اللي الناس بتتلخبط بينها وبين بعض في الصيدلية. وعايزك تكمل الحلقة للآخر عشان تحقق أكبر استفادة منها. ويا ريت لو أنت لسه أول مرة تتفرج علينا متنساش تدعمنا وتدوس لايك وتعمل سبسكرايب للقناة وتفعل زر الجرس عشان توصلك الفيديوهات الجديدة أول ما تنزل على طول. أول حاجة معانا وهي الفرق بين الكابكت العادي والكابكت كومباوند. والكابكت العادي بيحتوي على مادتين، هما البكتين والكولين، والمواد دي بتعالج الإسهال وبترجع البراز لشكله الطبيعي. أما بالنسبة للكابكت كومباوند فبرضه بيحتوي على المادتين دول، مضاف عليهم كمان السلفاميثاكسازول والتريميثوبريم، والمواد دي بتشتغل كأنتي بايوتكس أو مضادات حيوية بحيث إنها تقتل البكتيريا المسببة للإسهال، فبتكون أفضل. لكن خد بالك إن الكابكت كومباوند بيكون ممنوع في حالة الناس اللي عندها حساسية من الصلفة. نيجي للحاجة اللي بعد كده وهي الفرق بين الريفو الأخضر والأسبوسيد الأصفر. الاتنين بيحتوي على نفس المواد الفعالة وهي الأستايل ساليسيليك أسيد، والريفو الأخضر بيحتوي على المادة بتركيز 320 مللي جرام، وفي الحالة دي بيستخدم كمسكن للألم وخافض للحرارة ومضاد للالتهاب. إنما الأسبوسيد الأصفر فبيحتوي عليها بتركيز 75 مللي جرام، وفي الحالة دي بيستخدم كأنتي بليتلتس أو مضاد للصفائح، وبيستخدم للوقاية من انسداد الأوعية الدموية. نروح بقى للفرق بين الفلاجيل أقراص والفلاجنتيل أقراص، ودول تحسهم في تشابه كبير بينهم وبين بعض. بالنسبة للفلاجيل فبيحتوي على مادة المترونيدازول، ودي بتستخدم للقضاء على الديدان والقضاء على البكتيريا اللاهوائية، وبتكون جرعته في المتوسط قرص كل 8 ساعات لمدة أسبوع، ويكرر بعد أسبوع. أما بالنسبة للفلاجنتيل فبيحتوي على مادة السكيندازول، ودي بتستخدم للقضاء على الأميبا سواء الفيجيتيف فورم أو السيست فورم. وبالنسبة للفيجيتيف فورم فبتكون الجرعة 2 جرام بمعنى 4 أقراص مرة واحدة فقط، وبالنسبة للسيست فجرعته بتكون 2 جرام يوميا لمدة 3 أيام. نروح بقى للفرق اللي بعد كده وهو الفرق بين الكلوفرين العادي والكلوفرين اس ار والكلوفرين اي والكلوفرين دي، عشان عارف ان انت بتتلخبط بينهم. كلهم بيحتوي على مادة الميبيفيرين وبيعالجوا اضطرابات القولون. بالنسبة للكلوفرين العادي فهو بيحتوي على الميبيفيرين بتركيز 135 مللي جرام، وجرعته بتكون قرص كل 8 ساعات يوميا. أما بالنسبة للكلوفرين اس ار فهو بيحتوي على الميبيفيرين بتركيز 200 مللي جرام، وجرعته بتكون قرص كل 12 ساعة، وده للناس اللي ما بتحبش تاخد جرعات كتير أو بتنسى. بالنسبة للكلوفرين إي فهو بيحتوي على الميبيفيرين مضاف عليها مادة الكلوردايزيبوكسيد، وده بيستخدم في حالات اضطرابات القولون العصبي الناتجة عن الاسترس أو الضغط العصبي، وجرعته بتكون قرص كل 8 ساعات برضه. أما بقى بالنسبة للكلوفرين دي فهو بيحتوي على مادة الميبيفيرين مضاف عليها مادة الدايميثيكون، ودي مادة مضادة للانتفاخات والغازات، وجرعتها بتكون قرص كل 8 ساعات يوميا. نيجي بقى للفرق بين الكابرون والكيوبرون، لأن في ناس كتيرة بتتلخبط بينهم خصوصا إنهم قريبين من بعض في النطق. بالنسبة للكابرون فهو بيحتوي على مادة الترانكزاميك أسيد، وبتشتغل كأنتي فايبرينوليتيك، والمادة دي بتستخدم لإيقاف النزيف والمساعدة على تجلط الدم. أما بالنسبة للكيوبرون أقراص فهو بيحتوي على مادة السايوفيلين، ودي بتشتغل كبرونكو دايليتور أو موسع للشعب الهوائية، وبتستخدم في حالات الأزمة والسي أو بي دي. نيجي بقى للفرق بين الميوكوستا والميوكوتيك. أنا حبيت أذكر الفرق ده عشان عارف إن في ناس كتيرة متخيلة إن أي حاجة أولها ميوكو فهي دواء للبلغم، لكن الموضوع ده ما يمشيش مع الميوكوستا اللي بتحتوي على مادة الريباميبايد، ودي بتستخدم في حالات البيبتيك ألسر أو قرحة المعدة، وبتحمي أغشية المعدة من التآكل. إنما بقى الميوكوتيك فهو بيحتوي على مادة الإردوستين، والمادة دي بتشتغل كميوكوليتيك أو مذيب للبلغم. نيجي بقى للفرق اللي بعد كده وهو الفرق بين الهوستوكورتين العادي والهوستوكورتين اتش. بالنسبة للهوستوكورتين العادي فهو بيحتوي على مادة البريدنيزون، ودي تعتبر inactive form أو الصورة الغير نشطة من المادة الفعالة، وبتحتاج إنه يحصل لها activation في الكبد عن طريق الإنزيمات اللي في الكبد. أما بالنسبة للهوستوكورتين اتش فهو بيحتوي على مادة البريدنيزولون، ودي تعتبر الأكتيف فورم أو الصورة النشطة من المادة الفعالة، وبتشتغل على طول من غير ما يحصل لها أي activation. الفكرة إن مريض الكبد ما ينفعش ياخد الهوستوكورتين العادي، إنما يقدر يستخدم الهوستوكورتين اتش عادي جدا من غير ما يحصل أي مشاكل. نروح بقى للفرق اللي بعد كده وهو الفرق بين السيبروماكس والسيبراماكس. على الرغم إن التركيزات مختلفة لكن في ناس كتيرة بتتلخبط بينهم لأنهم يعتبروا شبه بعض في الاسم.
بالنسبة للسيبروماكس فهو بيحتوي على مادة السيبروفلوكساسين، وده يعتبر مضاد حيوي تابع لعائلة الكوينولونز، وبيستخدم في العديد من الالتهابات البكتيرية، وبينزل بتركيزات 250 مللي جرام، 500 مللي جرام، و750 مللي جرام. أما بالنسبة للسيبراماكس فهو بيحتوي على مادة السيتالوبرام، وده يعتبر أنتي ديبريسنت أو مضاد للاكتئاب، والمادة بتاعته بتتبع عائلة Selective Serotonin Reuptake Inhibitors، وبينزل بتركيزات 20 مللي جرام و40 مللي جرام. خد بالك قوي من الفرق بينهم. نيجي لآخر حاجة معانا وهو الفرق بين الأبيمول لبوس والسيتال لبوس. الاتنين بيحتوي على نفس المادة الفعالة وهي الباراسيتامول، لكن الأبيمول بيحتوي على الباراسيتامول بتركيز 300 مللي جرام، إنما السيتال بيحتوي على الباراسيتامول بتركيز 120 مللي جرام. بما إن جرعة الباراسيتامول هي من 10 إلى 15 مللي جرام لكل كيلو جرام من وزن الطفل كل 6 إلى 8 ساعات يوميا، فالأبيمول عشان أديه لطفل لازم يكون وزنه أكبر من 20 كيلو على الأقل، إنما الستال ممكن أديه للأطفال اللي وزنها من 8 كيلو وأنت طالع عادي. وبكده نكون عرفنا بعض الفروقات بين الأدوية المتشابهة في الصيدلية. ولو عجبتك الحلقة وحابب نعمل منها جزء تاني تقدر تقول لنا تحت في التعليقات، وإن شاء الله نعملها في أقرب وقت. وأتمنى إنك تعمل شير أو مشاركة للحلقة دي لأكبر عدد من الناس عشان ناس تانية تقدر تستفاد منها. في النهاية سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم.